مرحبا حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وتشوفون هذا الفيديو. اليوم الفيديو منوع باشكال كل شي راح تشوفون بهذا الفيديو. واشتريت شغلة واخيرا من بعد سنين تحققت امنيتي وقدرت ان اني اشتريها. ما ادري صراحة كاتبة العنوان لو لا، بس المهم انتوا هسه راح تشوفونها شنو هاي الشغلة، والحمد لله والشكر، رب يرزق الجميع ان شاء الله وتشترون كل اللي تتمنونه. المهم يا الحبايب، اول شي خل ابلش وياكم. شفتوا اشتريت هاي الفرشة، طبعا اشتريتها بحساب يعني مقطع قصير حساباتي، فهسه جا وقت انزل لكم اياها باليوتيوب حتى تشوفوها. بنات انا بالعرس فرشتي كانت لونها بصلي. تعرفون بالعرس مو احنا نختار لون بدلة شنو الفرشة. فالمهم كانت بدلتي اشبيها على البدلة اليوم على الفرشة. كانت الفرشة مالتي بصلية. فصراحة بنفسي صار يعني من 2009 وانتو حسبوا 16 17 سنة صار لي. فبنفسي اشتريها بيضة. قلت يعني انا يعني لا متى هسه صار عمري بالثلاثين، يعني لما يصير عمري 50 سنة يلا اشتريها. فقلت لا والله الا اشتريها. فمن نزلتها لقيت البنات هواية همتي نفسي بدل. رجعنا على البدلة. الفرشة مالتهن كان لونها الوان، يعني مو بصلي، اكو وردية واكو حمراء واكو هواي الوان. فالمهم طلعت الحمد لله والشكر. مو بس انا اصلا اكو بنات طبعا حتى بعرسن ما عاجبهن شكلهن بالعرس، فقلت الحمد لله مو بس انا ولا عاجباتني الفرشات. فانت هسه قاعد تشوفين الفيديو شنو اللي الشي اللي ما عجبك بعرسك. كم وحده مثلنا هسه بنات اللي شفتهن هناك بحساباتي انستغرام والتيك توك هواي لقيت تعليقات مثلي. المهم بنات، وبعدين جيت هنا للناصرية، من رجعت رحت اشتريت لي جرارات، لان عندي شفت هواي نواعم جبتهن، وكاونتر صغير بيه بس جرارتين، جرارة كبيرة حاطة بيها قلاصات والجرارة الثانية حاطة بيها نواعم، وانا اصلا محتاجة كلش ضروري محتاجة جرارات. فاشتريت جرارات، بس بعدين ورا ما وصلت للبيت يعني تعرفون رحت المكان كروة وهاي، ورجعت لقيتها مكسورة القاعدة تصير جوا. فقلت يلا خلى اسكت اخذها واسكت. وسعرهن ب27، احسب يعني ب25 من الحبوب. اخاف تقولون منين اشتريتين، رحت من الحبوب واشتريتن. بنات هنا سويت كيكة. بنات خلي اقول لكم شغله، الكيكة اني هاي ثاني مرة اسويها نفس الطريقة. اول مرة صارت عندي كلش طيبة، وهسه المرة الثانية هم طيبة وبس شكلها كلش حلو. وهن شوفوا انا مو سويت اثنين، هسه انتوا راح تشوفون بهذا القالب اللي توني اشتريته. طبعا اثنين توني اشتريتن جدد. هم رحت اشتريت يعني جرارات هنا بالناصرية. فهذا القالب شوفوا الدائري الصغيرون هذا اشتريته، وقلت له لابو المحل هذا العامل اللي بيه، قلت له هذا مفتوح من جوا. قال لا ما مفتوح. فمن جيت خليت فيه ماي مفتوح، يا قلت هسه شو اسوي له هذا. فخليت الورقة مثل ما شوفوا ورقة ما زبدة خليتها بيه حتى قلت خاف يطشر شي. وشوف بنات بس انتبهوا لي الكيكة عندي هاي مثلا المفروض هاي تصير منفوشة اكثر، هذيك بذاك شو اسمه ذاك القالب. وهاي الثانية، طبعا هاي الثانية صارت بيها الكيكة كلش حلوة. هسه انتوا راح تشوفونها القالب الدائري، بس هي كلش صعدت لفوق. وبعد ما دخلتها للفرن اثنينات نشوف بنات هاي عندي نفشت، هاي اللي قاعد تشوفوها، وهاي الثانية بسرعة استوت وما نفشت كلش، رغم انها نفس الكيكة هاي هنا والنا مثل ما شفتوها انتو. فما اعرف صراحة شنو السبب. اللي تعرف ام الكيك خلي تقلي. شوف بنات هاي على قد ما نفخت حتى طاحت بالطباخ دمرت لي اياه. جنن بنات هاي الدائرية. وهذيك بنات ضميتها، هسه راح اراويكم اياها وين ضميتها. شوف بنات الكيكة، شوف شكلها يجنن. طبعا شوفوا ذبيت القالب. كنت والله مصدومة بالكيكة، قلت حرامات خربت. بس من اخر من عندها النايلون. طبعا هنا قلت لابني صور لي، بس تصويره ما ادري شلونه. المهم اخذت ثاني واخذت هاي الورقة، وشوفوا بنات الشكل يعني اطيب من حتى اطيب من هاي اللي نجيبها جاهزة. لا خليت لها محسن. وبنات شوف شكلها شو يسموها اسفنجية، كلش اسفنجية، وطعمها كان كلش طيب. طبعا انا هسه راح ازينها، بس ما اشارككم من ازينها، حصور شوي يعني قبل وبعد. المهم بنات جبت هذا اللي يقص الكيك، وجبت هذا الستاند. هذا كله رحت اشتريتهم، قلت خلي اشتريه خلينا عندي صراحة استفاد من البنات. شوفوا الكيكة عندي تتثلم. اهم شيء امهات الكيكة هسه اللي قاعد يشوفني قال لي ليش هيك تثلمت عندي، يعني هي طبيعية تتثلم. وهنا خليت قلاص مال كريمة، وهنا قلاص وتقريبا وربع ماي بارد ثلج، وخليتها شو اسمه للكيكة، للكريمة قصدي. وبنات قطعت التصويص حصوره مقطع قصير اني واسويه شو اسمه، اسوي شو يسمونها كيكة تزيين، يعني هاي السوالف مقطع قصير. بنات هنا كانت عيد الحب، ولبست هذا الفستان اللي تقريبا الناس كلها عبالها يعني مو فستان، عبالهم غير شي، بس هو فستان يعني مال مناسبات هاي السوالف. المهم صورت لكم شوية مقتطف يعني لقطة على السريع،
وبعدين رجعت للشغل مالتي. طبعا المطبخ عندي مقلوب قلب. لين تدرون بنات أنا جيت من النجف وهو البيت ما يتوسخ من أنا ما هي، بس شنو جيت أنا بنفس الوقت جبت غراض، أو ثاني شي قاعدة أسوي حملة تنظيف على البيت لين تعرفون جاينا رمضان. فهنا قاعدة أراويكم الغراض هذني كلين أنا واخذتهم مكناسة، العلاقة ستودة بين الغراض اللي اشتريتهن، الفرن توني شويت بيه كان بيذن الغراض الصينية اللي أنا شاركتها وياكم تعرفونها أكيد انتو. وهاي الجهة الثانية الغراض اللي جبتهن مالت الكيك هذني هاي العلاليق، والغسالة شغلتها هم خليت فيها ماعين، وهم عندي ماعين هسه حراويكم الكاونتر. طبعا هنا بنات أنا يعني الكاونتر تقريبا كله منزلته، نزل يعني أرتب بالخانة. بنات شوفوا إذا تحبون حبايبي أصور لكم جولة بداخل مطبخي يعني بالكاونتر. إذا أردتوا شوف هذا الفيديو ايش قد يوصل عدد لايكات، خلي يوصل ل 3000 4000 5000 هذا العدد معناته أعرف إنه أنتوا ردتوا أسوي لكم جولة في داخل مطبخي بعد ما غيرته، لأن سويت ترتيب كلش حلو. هواية ذبيت من الماعين يعني الطيت مو ذبيت، واللي تعبانات ذبيتهن. وهنا بنات سطرت الجدورة جوا وفوق المعاجن المصافي الطاوات التختة، تختة هنا وتختة فوق. وبس بنات وراح أكمل الكاونتر بعد، بس قلت ما أصور لأن جزء أنتوا تردون جولة يعني بداخل مطبخي بالكاونتر بالكامل. وهنا قاعدة أراويكم بنات هذني كلها راح أذبهن. صراحة إنه ما بين شي، بس أول شي شفت هواي بنات يعلقن تعليقات إنه طاواتك مو حلوات. بنات إنه ما بين شي، حتى ما بين ذني طبقة ثخينة من الدهن لوها، بس شنو أنا اشتريت بنفس الوقت وهن أصلا ذني ما يفيدني بعد. ليش؟ لأن أنا فترة حملي قلت أحطهم بالغسالة مالت الماعين، لأن مو بس الحمل حتى من جبت صارت ولادتي، فيعني ما اعتنيت بيهن الفترة. يعني أنا صراحة بنات هم يسألون يا دارات بنات، أنا صراحة أنا داريت نفسي يعني الحمد لله والشكر. بس أول يوم ثاني يوم قمت على بيتي. بس شنو بنات يعني ضررها إنه أنا صراحة هسه قاعدة تطلع علي، فاندعوا لي حبايبي إن شاء الله ربي يسهل لي. لين بنات أنا مو كل شي أقدر صراحة أحكي، بس أنا صراحة يراد يعني بالأيام اللي تجي لازم عملية، إنه أنا يعني بذيك الأيام أصلا هاي الأيام يراد لي عملية، بس أنا صراحة ما أقدر لأن ما حد إليه. الحمد لله والشكر على كل شي. والمهم بنات هذني كلهن راح يعني أنطيهن، ما أريدهن هواية مو ما أريدهن، بس كاونتر صغير وماعين كلش هواية عندي كلش. فقلت هسه أنا أرسل كاونتر حتى ما استعملهن، حتى ذن الدوالك هم راح أنطيهن. وعندي هاي الخانة بنات هم راح 3/4 تقريبا أفرغها، هم ما أريدهن مو ما أريدهن مثل ما قلت لكم بنات يعني هوسة يعني أنا ما أقدر حتى أستعمل. شوفوا يعني غراضها رغم الخانة أنا مرتبتها بنات، بس تشوفوا هوسة لأن هواي غراض حاطة بيها أني. المهم ذني هم راح أطلع من عندهن هم كومة، حترسها لي فوق الكرتونة راح أترسها لفوق، وهم راح أخلي بعد بالقاع يعني تخيلوا هنطيهن وبالعافية علي راح ياخذهن. المهم نجي للثلاجة. الثلاجة تعرفون بنات أنا صار لي العطلة كلها عالدهلي، وشكو شي بيها خرب من غير اللي ذبيت. عادي قلت خل أشارككم أني وأنظف ثلاجتي، وهي هم صراحة أنا ما منظفتها من زمان قبل لا أروح لأهلي. يعني عندي هذني كلهن يرادين غسل، يعني كل شي بالثلاجة يراد له غسل. فالمهم قلت خلي أشارككم. مثل ما تشوفون عندي الكاكاو، وحتى عندي هذا بصل أخضر اشتريته من أبو الستوتة، ويعني وديت ابني وبعدين من جاب لي البصل ويعني حاسبنا وهاي وراح ابو الستوتة لقيت البصل ناعم كلش ناعم، يعني حتى ما ينوكل اصلا. فشلته صراحة ذبه يعني ظل بالثلاجة، استعزيت فيه قلت حرامات. طبعا هذني غراض الكيكة راح اخليه يجوز بالجرارة الأخيرة، ما أدري يجوز أسوي الخانة بالثلاجة. المهم أرتبهن. وهنا هذا الطرشي بنات اشتريته صراحة ولا استعملته. وهنا عندي المربى، وهذا السلاق قلت لكم هذول كلهم راح أغسل. يعني بنات شكو شي عندي بالثلاجة راح أغسله. وهنا أنا التمر هم راح أطلعه، والمعجون هم زي طلع عندي ما خربان. تعرفون صار عندي تقريبا شهر بس هو ما خربان. وهذا البصل اللي قلت لكم عليه راح أخذه أذبه، ومستمرة أطلع شكو شي عندي بالثلاجة. وحتى مالت البيض هم غسلتها. وهنا بنات اشتريت هاي 4 نكهات مال الكاستر خليتهن بالثلاجة تخاف يخربان. طبعا المطبخ عندي هوس يعني انتو اكيد عرفتوا ان انا قاعدة انظف. فالمهم اشتريت 4 نكهات بالموز وبالفراولة وبعد يمكن بالبرتقال، بعد مدري شنو الرابعة نسيت والله. هن 4 نكهات بس بنات ريحتهن كلش حلوة. رديت اني بألف قلت اجربهن حتى هن اصلا هواية. فابو المحل هم 2. ابو المحل قال اعطيها بألف قال لي لا الا ربع. ربع ايش قد نص شنو ربع نص ربع ما ادري ايش قال لي والله، يمكن نسيت صراحة، يمكن ب3 بلاش عندي هون بس اجربه.
فالمهم قال لا ما يصير. المهم ذاك سمعه قال عادي طيها. الحمد لله حج، يعني صراحة أنا بس أدي أجرب إذا طيبات أروح آخذ من عندهم هواي، بس ما أدري صراحة أقدر أروح برمضان لو لا، يعني أكيد راح أجرب ذني برمضان. بنات الثلاجة يعني كلش صراحة وسخة، ما أعرف صراحة هاي منين جاه الطقاع، أعتقد من التمر، وهي وسخة قلت لكم يعني عادي كل احنا ثلاجاتنا تتوسخ والوضع كلش عادي مثل ما تدرون بنات انتو. اني دائما اقول لكم ان انا شغلي بس انا بالبيت اشتغل ما حد يشتغل وياي، وهذا الشيء انا اصلا كلش يفرحني. ليش؟ لاني اصلا ما معلمه ولدي يشتغلون، اني كله على ايدي اشتغل صدفة، يعني مثلا مرات اقول لهم سووا فلان شغلة هاي يساعدوني. هم اهم شي خلوهم وليداتي بدراستهم وهاي ما اريد شي من عندهم، باللي اقدر عليه اني اشتغله. وهنا بنات خليت بس هذني مالت البيبان الحافظات او الرفوف خليتن بالغسالة، انما الباقيات كلها غسلتن على يدي. انا الغسالة شفتها فارغة، انا اعتبرها فارغة، شوفوا هذول المواعين اعتبرها فارغة. انا اترسها ترس. وهنا انا توني قاعد اخلي بيها المواعين ابدا اشغلها. الله على الحظ، الله ايش بيك خربطتنا ده شغلة. كان تطفى الكهرباء فالحمد لله ما طولت اصلا شوية واجت، فانا قلت بين ما اجت يعني شغلت الغسالة وهاي وغسلت بنات طبعا مالت الثلاجة كلهن خليتهن يصطفن. وقلت خلي شنو اسوي اشارككم شنو اشتريت. اول شي بنات اشتريتها من الناصرية صورة الامام علي عليه السلام. طبعا كلش صراحة بنات ولدي يحبون صور اهل البيت صورة الامام علي، فعجبته وهاي سعرها يمكن 10 من قد وحلوة يعني. كان حاطة قبل صورة جوكر هنا ما ادري شت احس. فالمهم وخرتها اصلا ما ادري ذباها يمكن زوجي من زمان. واشتريت بنات هذين فرشات، هذين اشتريت من النجف لان قلت لكم ولدي ما عندهم فرشات، فاشتريت لهم هذين الفرشات حلوات هن يعني فرشة وبيها مخاد. استغربت انه هي بيها حتى تشرشف مال مندر وجه مال مندر. فصراحة رتبت طبعا هنا قاعد استكشفها وياكم بس شنو هن حلوات، بس لقيت بيهن طقع طقع مثلا الابيض بيج طقع ورديه بس ما مبينه. ذاك من ذاك اللي يركز. طبعا قلت لولدي لا حد يدخل الغرفه بدي اسوي لكم مفاجاه، حتى هم صراحه استغربوا. صراحه الشكل حلو بنفس الوقت. انا اشتريت لهم فرشات بس ما اشتريت لهم فرشه صيفيه وياها غطاء اول مره، دائما احط لهم بطاطن ويا الشراتب اللي اشتريهن. وهاي سعرها 14 ونص الوحدة. طبعا هنا شوف بنات الغلط اللي سويته انه بالفرشة، فاللي تعرف خلي تكتب لي بالتعليقات، هاي صراحة تبين اصلا اخير شي. ومثل ما قاعد تشوفون الوجوه كلش حلو، عجبني اللون هواي الوان بس انا عجبني هذا اللون، وقلت خلي اشتري لهم اثنينهم نفس اللون يعني ما اشتري كل واحد شكل، ما ادري حبيت هالمرة انسق. وهذا التشرشة شوفوا بنات قصدي المندر وذاك الوجوه اثنيناتهم كلش حلوات يعني فد شي كلش حلو. عاد بس كل من اغسلهن ما تقلب عندي. وبديت ارتبهن شوفوا بنات 3 وجوه لا 2 وجوه ومندر وشرشفة باللاستيكة احلى شي هنا قبل وبعد حصور لكم. وغطا كلهن ب14 ونص والله شوفوا كلش رخاص. شوفوا بنات شنو هو الغلط اللي مسويته بين هاي الشرباية وهاي الشرباية، شي ما مسويته عدل. اللي عندها قوة الملاحظة راح تكتشف الشغلة من بدايتها شنو الشغلة اللي غلط هنا وهنا صح. بعد ما سويتها وصارت غرفتهم حلوة هسه يقدرون يستقبلون رمضان بشراشفهم تجدد. وهنا هذول اللحف مالتهم راح انظمهن والشراشف غسلتهن صراحة خليتهن بالغسالة بس ما صورت وياكم. وهنا بنات هذني نشفن عندي كلهن مالات الغسالة، وحتى الغسالة اصلا خلصت وطلعتهن وراح ارجعهن بالثلاجة. انتم تشوفون الفيديو حبايبي وصلتوا لهنا صلوا على محمد وآل محمد، اريد التعليقات كلها صلون على محمد وآل محمد. طبعا يا بنات تعال خليني اخذكم فاصل احكيكم عن يومياتي. صراحة بنات تعبانة والله الشغل ما يرضى يخلص. يعني تخيلوا انا حتى تفريزات السنة ما سويتها، انتوا تدرون بي يعني كل سنة اسوي تفريزات. السنة عندي طفلة الحمد لله اموت عليها والله مو اعتراض لو شي لا والله، بس انا حابة يعني مثل ما اقول افضفض وياكم ما دام الفيديو قاعد يمشي. وبنات شوفوا الثلاجة عندي نظفتها صارت تلمع لمع ولا سويت تفريزات لا شي. وانا صحيح اطبخ كله بيومه بس تعرفون يعني مثلا اسوي كبة يعني دائما اسوي كبة كل عاشور كل رمضان. المهم وقاعدة ارجع شوف هذا من اغسلهن يعني حتى ثلاجتي ذيك القديمة هم يرادلها طبعا غسل. كل ما اغسلها عبالك توني مشتريتها كلش تطلع نظيفة حلوة. أنا من النوع اللي أحافظ على ثلاجاتي ما أخرب، بس هاي أنا أغسلهن بماي خاصة ذيك القديمة بس ما تخرب يعني ترجع جديدة. أكو ناس عندهم تخرب الثلاجات ويصير شكلهن خطية يعني تخوف.
المهم حبايبي طبعا مثل ما قاعد تشوفون أنا ثلاجتي قصدي شلون صايرة بيها بنات. خلي أقولكم معلومة خاف ما تعرفون، الثلاجات اللي تصير بيها جامة يعني الرفوف مالتها جام، هاي تقدرون تخلون عليها مفرش، بل اللي تصير مثل السلة هيك مخططة الرفوف، هاي ما يصير تحطون عليها أي شي. ليش؟ لأن هي مسوي لكم إياها نظامها مفتوحة حتى شنو تبرد اللي بالثلاجة كل شي. بس انتو إذا تجيبوها وتغطوها، هواي أشوف قنوات هيجي ثلاجتهم سلال هن وهنا يجن يغطنها، فهاي البرودة ما راح تتوزع بالثلاجة. بس أنا هسه هاي ثلاجتي تصير تتوزع بيها، وأنا أحب صراحة القزاز أول شي ما يخرب، بس هو خاف ينكسر لا سامح الله، يخوف بس هاي الشغلة. وقاعد ترجع بالغراض مثل ما قاعد تشوفون بيبان الرفوف، رفوف رفوف. طبعا بنات انا صراحة ما كملت وياكم يعني ورا التصوير، انا كملت لان كلش تعبت وقلت لكم والله عندي شغل كلش هواية، وانتوا هسه جاي احكي وياكم انا بس اخلص هذا المونتاج الفيديو اعطيه تحميل على اليوتيوب واروح قبل ابلش اشتغل، يعني ما بقى لي يومين على رمضان. وهسه شنو راح طبعا هاي بنات ثاني يوم، يعني هاي الثلاجة سديتها، وحتى المسواق زوجي سوق لي بس مو ذاك المسواق. يعني انا صراحة من برمضان احب اسوق هواي اشياء تعرفون، حتى اسوي زلايط وهاي السوالف، فزوجي جايب لي يعني بكيفه هو جاب السوق، يعني اللي شافه قباله جابه عرفتوا، فما وصيته اني هو اللي جابه. وهاي ثاني يوم طبعا قلت لكم المسواق اللي جاب لي ظل برا، وهذني اني يعني غسلتهم بالليل، ثاني يوم يبسن عندي، فقلت خلي هم ارجعهن وهم اشارككم نفس الشي. شوف بنات يعني كانوا بالبداية كلش وسخات وهسه صارن لمع وراح ارجع بيهن، بما ان كل شي انا غسلت راح اخلي المخضر بالسلال، بس شنو ورا التصوير مجرد اصور وياكم بس اخليهن بالثلاجة. شنو جاب لي زوجي بنات؟ جاب لي طماطة خيار وبتيتة ونارنج بصل، بس هو المفروض يجيب باذنجان يجيب فلفل، تعرفون يعني جاينا رمضان. وطبعا زوجي اللي أنا أوصي يعني وما يتسوق وحده، يعني أنا ما معلمته هو يجيب وحده إلا أنا أوصيه، ومرات أصلا ينسى، فأكتب له إياه مثلا بالواتساب أو بالماسنجر حتى يقرأهن ويجيب لي إياهن. المهم خلصت حبايبي، تعال خلي أخذكم جولة بمفاجأة أحلامي. وبنات وأخيرا اشتريت مجمدة، هاي مثل ما قاعد تشوفوا جابوا الستوتة حيخرب علي. المهم ما علينا بيه. هاي بنات هاي الثلاجة اشتريتها قبل 3 سنوات وهسه هاي مجمدة صافها، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا الفرق بيناتها، شنو الفرق بيناتها؟ هاي كبيرة وهاي صغيرة الكتابة سامسونج، انما هن كشكل يعني كلش يتشابهن. بس خلينا نفتحهن يروحوا بالغاز. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هي بنات صارها عندي كم يوم، مو توني اشتريتها توني يعني مو كم يوم، صارها فترة. المهم حبايبي حبيت اشارككم اياها واشارككم فرحتي بيها، تعرفون انا كل شي احب اشارككم والله صراحة، اعتبركم عائلتي، حابة اشارككم اللي اشتريته. هنا بنات تصير بيها ثلج مثل ما قاعد تشوفوني، يعني ما شاء الله قوالب الثلج ما صراحة شلون طلعت وياها والله تعطيها هيك. احنا صراحة لسه ما مستعملين الثلج، بس هسه خلص عندنا الماي قلت لابني بيها ثلج، روح طلع له ماي شرب، ولو جو قاعدة بيه برودة بس يلا. هنا طبعا يدخل الماي وهنا يعني يطلع الماي من عندها، وهنا ذني حافظات انا بعد لسه ما مخلي بيهن ايش عندي كلش كبيرة علي. هنا بنات هاي الكيكة اللي صورتها وياكم ضميتها بالمجمدة، وان شاء الله بالايام اللي تجي اسوي بيها سوالف، وهاي ان شاء الله نشارككم ونزينها اذا تحبون. هنا بنات هاي الحافظة مخليه بيها طحين، وهذا الطحين اللي يبقى فالسياخ خلصت يعني شوفوا هذا اللي حصل حتى غسل. وهنا عندي هذا الجبن شوية ابني جاب لي، انا ردت واحد جاب لي 2 فاستعملت بس واحدة قبل اروح للنجف. وهاي الكريمة التوني اشتريتها جديدة يعني اول مرة استعملها. هنا عندي شنو، هنا هذا الطحين اللي يزود عندي اسوي بيه ريزة هاي السوالف، هنا ابو النكهات يعني الخلطات بيه. وهنا عندي اللبلبي بس احنا ما ناكله بس هيك خلطه بالمجمده. وهاي اللوبيا هم، والخمره صراحه انا ما مرتبتها بنات من جبتها لسه. بنات هنا شنو عندي؟ هنا عندي هذني شوفون ايش كثر ذني الصدور مال الدجاج، ما نجيب الصدور مال الدجاج فيبقى من عندي شويه قاعد اسويهن برمضان. هسه تعرفون جاينا رمضان ان شاء الله، اخذهن يعني اكو فكره ببالي بس ما راح اقول لكم شنو يعني اخذ من عندهن. وهاي الباحة طبعا زوجي السواق جاب دجاج هنا هم بدي اسويه، قدرت بس ما اعرف شو وقت. وهنا بنات عندي هاي خبز الصادق مخبص، شوفوا باقي كم وحده. وهنا عندي هذا الخبز البنات انا استعملته، شوفوا رقائق عجين المثلثه يعني مال شو اسمه فطائر ملفوفه سيبورق انا اسميه، هذا كل الزين صراحه.
والاخيرة شنو حاطة فيها خبز بس هم راح اذبها. ليش تصويرك مغوش؟ شوفوا بنات، وهذا طبعا ثلج يعني هي يعني من البرودة هيك صاير لونها. وهاي بنات قولوا شنو رايكم بيها، اذا تحبون اشارككم من ارتبها، وهاي كتبوا لي بالتعليقات حتى اشارككم انا وارتبها. حلوة لو مو حلوة؟ خل افتح لكم الثلاجة حتى تشوفون اثنينات. هاي الثلاجة طبعا بس عاوزي بعد بس الصلصات ارجعهن بيها بالباب. طبعا كلش تعبت بنات من جيت النجف ولسه بس انظف، تعرفون جاينا رمضان انظف وماكو. هاي يا بنات ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف بنات انا كلش احب هندني من زمان بنفسي الحمد لله والشكر اناني صارن عندي. هاي حلوات لو مو حلوات؟ كتبوا لي والله بالتعليقات. قامت تصيح الثلاجة.